السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد ونهاركم مبروك. كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت ندير معكم هاد الكيكه هادي اللي كتجي خطيره خطيره بالكاكاو الشوكولا مع خيزو، كتجي لذيذه بزاف. وغدا ان شاء الله غادي نحط لكم ديال التفاح ان شاء الله. ندوزو على بركه الله المقادير وطريقه التحضير. عندنا 4 البيضات، وعندنا كذلك واحد معلقه ديال القشور ديال الحامض مع 2 خيزويات محكوكين على هذا الشكل هذا. ممكن تحكوهم تمرق، ولكن هذه الطريقه كتجي صراحه الله كتجي زوينه. مهم، وعندي كما قلت لكم هنا قشور ديال الحامض معلقه. عندي الدقيق تقريبا ما يعادل 150 غرام ديال الدقيق. عندي معلقه كبيره ديال الحامض. عندي واحد ياغورت طبيعي، انا ما درتوش ديال الفانيلا حقيقه بغيت نسمه ديال الحامض اللي تبان وديال الشوكولات. وعندي كاس ديال الزيت مع مرشته الفوق كما كتشوفوا، وعندي كاس كذلك ديال السيدان اللي مع مرش حتى هو حتى الفوق لان خيزو راكم عارفين حلو. وعندي 2 معالق كبار ديال الشوكولا نوار اولا شوكولات غبره كاكاو، 2 معالق كبار عامرين. نقدروا نستعملوهم كاملين، نقدروا لا، حتى الدقيق حتى هو نقدروا ما نكملوش ديك 150 غرام. المهم غادي ندوزو لطريقه التحضير، ومن هاني نهضر معكم وإلا كاينه شي حاجه غادي نقولها لكم. المهم كنضربوا دوك 4 البيضات مع السنيده، نضربوهم مزيان. انا راه كنحاول ما امكن ما نطولش في الفيديو باش يعني نختصر معكم. ضربت داك السكر والسنيده مزيان، كنضيف عليه الزيت حتى هو كنضربو مزيان حتى كيتخلط على هذا الشكل هذا. وغادي نضيف كذلك هنايا غادي نضيف الياغورت كما تشوفوا معايا هنايا. وغادي نضرب الحاجه اللي ضفتها كنضرب المهم غادي نضيف هنايا داك القشور ديال خيزو، ماشي قشور ديال خيزو محكوك وقشور ديال الحامض، وغادي نضرب مزيان كما قلت لكم. غادي نضربو مزيان. انا هنايا ضربت مزيان بالضراب وما بغيتش نضيف الدقيق دابا، قلت علاش لا نجيب الباتور اللي هو ديال الضو. فغادي نضرب هذا الخليط هذا كما تشوفوا معايا دابا هنايا. غنضربو بهذا مزيان لان بغيت هذاك خيزو يتضرب مزيان مع داك الخليط. بعد ما كنضربو مزيان بالباتور ديال الضو صافي نولي نستعمل ثاني غير الباتور عادي. ممكن ما تستعملوش كاع هذا الضراب ديال الضو، تبقاو تستعملوا غير هذا، غير تضربوه مزيان حتى تشوفوا ندمجوا دوك العناصر. وكيبغي في ديك المرحله انكم تضربوه مزيان، ضربوا واحد 3 دقائق، تبقاو عاد تضربوا فيه عاد تبداو تضيفوا الدقيق. المهم هنايا كنبقى نضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى انا عيني ميزاني، يعني كنشوف باش ما تقسحش ديك العجين وكذلك ما كتكونش مرخوفه تاني بزاف. المهم انا بديت كنضيف الدقيق وفي نفس الوقت ضفت هنايا الكاكاو، خليت واحد شويه ولكن باقي غادي نزيدو من بعد غير باش هنايا نشوف هذا ديالي العجين ديالي كي تكون. المهم بديت كنضرب هنايا بالضراب اليدوي حتى كنشوف الخليط كيفاش غادي يكون وكيفاش غادي يعني السمك ديالو. وغادي نضرب مزيان كما كتشوفوا معايا هنا، راه كنضرب مزيان باش العناصر كامله تجاز. وغادي نضيف 2 خمارات ديال الحلوى لانه نسيت ما قلتهمش لكم من الاول، معليش راكم عارفين راه خمارات الحلوى راه كنضيفوهم واخا ما نقولهمش لكم. المهم 2 خمارات ديال الحلوى ديال 8 غرام وكنضربو تاني مزيان، خص داك الخليط يتجانس. وباقي كما قلت لكم غادي نشوف الا الخليط عجبني يا هذيك غادي نضيف هنايا المعلقه ديال الحامض اللي قلت لكم، وكذلك غادي نزيد نضرب كذلك مزيان.
وغادي نضرب هنايا داك المعلقه ديال الشوكولا اللي بقات، واحد شويه اللي بقى غادي نزيدو حتى هو، حيت شفت الخليط ديالي باقي خاصو يعني هذا يتقال شويه. وباقي كذلك عادي نزيد حتى واحد شويه ديال الدقيق، لان شفتها باقا خاصها شويه ديال الدقيق، فقلت علاش لا غادي نزيد شويه. وهنايا كنشوف كما قلت لكم كتشوفوا عينكم ميزانكم، انا قلت هنا باقي خاص شويه، زدت واحد المعلقه ديال الدقيق ما عمراش بزاف كما كتشوفوا هانتوما، يعني معلقه ديال الدقيق صافي. هذا هو صافي. هنايا كملنا، غادي نضرب ثاني مزيان كما قلت لكم. هاد الكيكه كتبغي تضرب وصافي. غادي ندير هنا واحد معلقه صغيره ديال الخل عفوا، باش تجينا مفشه هذيك الكيكه من الداخل. وهنايا المول ديالنا بعد ما كندهنو بالزبده وكنرش عليه الكاكاو، بغيتو ترشوا الدقيق ترشوه، ولكن انا كنفضل الكاكاو باش ما تجينيش بيضه من برا. وممكن كذلك ترشوها بهذا المول، ممكن عوض الكاكاو ترشوه بشويه ديال الكاوكاو، شويه ديال اللوز مطحون، فكتجي احسن وافضل. فصافي هنايا غادي نخوي الكيكه ديالي في المول، وغادي ندخلها طيب على عافيه متوسطه مده ديال 40 دقيقه، مده ديال 35 حتى ل 40 دقيقه على حسب الفران ديالكم. فهنايا بعد ما كطيب كما كتشوفوا معايا، هنايا بعد ما كطيب كنحيدها من هذا من الفران. وهانتوما فكتجي زوينه، لا خصوصا اني كندير ليها داك الكاكاو في المول فكتجي زوينه. هنايا غادي ندير لها واحد الكاناش ديال الشوكولات اللي كنعوضو غير بالياغورت والشوكولا، فكيجي رائع وكيجي لذيذ وكيجي بحال الكاناش، يعني كيجي زوين، كريمه زوينه، ما كتحتاجش بزاف ديال المكونات. كما قلت لكم ياغورت طبيعي مع الشوكولا صافي فقط. صافي غادي هنايا غير نسرح ليها داك الكريمه من الفوق. شوفوا كيفاش كتجي لذيذه لذيذه والله العظيم صراحه، وكتجي رطبه. غير هنايا انا ما قطعتهاش معكم لان كنت صراحه لوجتها للضياف، ف ما قدرتش اني نكمل التوجاد التصوارو هذا، لان الضياف بداو يقربوا يجيو. ف يعني ها نتوما شوفوا انا زوقتها بشويه ديال اللوز ايفيلي من الفوق، وحطيت واحد هكايا زعما رايه ديال الخيزو. وان شاء الله ندير معكم ان شاء الله نقدم معكم وصفات اخرى. في امان الله.